عايز دايما تحس ان احنا عايزين نبقى احسن تجاه ربنا سبحانه وتعالى، او احنا نعمل اكتر. هقول لك تعمل ايه. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بلاش نستكتر اللي احنا بنعمله مع ربنا سبحانه وتعالى في اي عبادة. خلينا دايما نحسس نفسنا ان انا مقصر، انا مهما عملت يا رب فاللي انا بعمله ده قليل تجاه فضلك ونعمك وكرمك. الاحساس ده هيخليك دايما تسعى ان انت تبقى احسن. لو مكتفي ان انا لا ده انا بصلي زي الفل، لا ده انا تصدقت زي الفل، لا ده انا بعمل معرفش ايه، هتحس ان انت في مكانك مش بتتحسن. ليه؟ مستكتر اللي انت بتعمله. ولكن في تعاملاتنا مع ربنا لازم نحاول ان احنا نستقل اللي احنا بنعمله. ليه؟ سامحني يا رب، يعني انا صليت بس مش قوي، التركيز ما كانش قوي. سامحني انا تصدقت بس الصدقة كانت قليلة، ما كانتش كتيرة على قد اللي معايا. طول ما انت بتحس ان انت بتستقل اللي انت بتعمله هتحس ان انا عايز ابقى احسن، لا انا عايز ادي احسن، انا عايز اصلي احسن، اركز احسن، اتصدق المرة الجاية لو ربنا كرمني بحاجة اكتر. الاحساس ده لو حسيتوه معايا فعلا هتصدقوا كلامي ان بلاش نستكتر اللي احنا بنعمله. هتلاقي نفسك عايز تبقى احسن واحسن واحسن. طب الدليل على كده ايه؟ تعالوا احنا بعد كل صلاة بنعمل ايه؟ بعد كل صلاة بنستغفر ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ من ضمن ال الاذكار اللي بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه؟ الاستغفار ده يعني يا رب سامحنا لو قصرنا، يا رب سامحنا لو ما صليناش كويس، عبادتنا يا رب مش لا تليق بيك. فاحنا بجد النقطة دي لو حطيناها في دماغنا هتحس ان انت كل مرة عايز تبقى احسن، وربنا يتقبلنا برحمته ان شاء الله.